سيدنا الحسن وسيدنا الحسين احفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك الله عليهما دخلوا المسجد، فلقوا شاب بيتوضى غلط. فطبعا سيدنا الحسن والحسين احفاد الرسول اخلاق فوق الوصف، فقالوا عايزين نعلمه الوضوء الصح. عايز تقولها؟ ما قلتهاش ليه من الاول؟ ما قلتليش انك انت عايز تقولها من الاول، صح؟ انا بحبك قوي اصلا. فالمهم قالوا له تعالى احنا مش عارفين مين فينا بيتوضى غلط. كل واحد فينا بيتوضى وضوء، فانت قول لنا مين فينا الصح ومين فينا الغلط. فبعد ما اتوضوا قدامه قال لهم والله انا اللي بتوضى غلط. فهم كانوا عايزين يعلموه الوضوء من غير ما يحرجوه. فاي حد اللي بيتكلم كلام خطا او حتى لو حافظ الصوره خطا ما قولوش غلط وانت اللي بيحفظك وحش، لا نجيبه ونقعد نقرا معاه تاني الايه او السوره. يكفي ان هو بيقرا، يكفي ان هو بيقرا قران وحافظ اناشيد دينيه ودين زي الوقت ما سمعنا. عايزين نبعد شويه عن الثقافات الغربيه اللي بتتحط لنا غصب عننا جوه بيوتنا وجوه دماغنا. احنا اللي نغيرها، لان الاولاد يا حماده احنا بالنسبه للاولاد عاملين زي الشفاف، احنا كوبي والولاد بيست. زي انا ما بعمل الاولاد بيعملوا، فانا ازرع واحط الشفاف اللي انا عايزه جوه الولاد. حلو الكلام ده يا ابو؟ طب سقفي لي، طيب سقفي لي.